السلام عليكم. الاتنين كيلو لبن اللي حضرتك شايفاهم معايا دول هنعمل منهم النهاردة الجبنة القريش في البيت. ولكن هل تتخيلي ان 2 كيلو لبن يطلع منهم كل ده؟ ايوه. اول حاجة بيطلع منهم القشطة، والقشطة بنحولها للزبدة، والزبدة لو سيحناها بتبقى احلى سمنة في الدنيا. وكمان الناتج من فصل الزبدة اللي هي الشرش ده بنعمل بيه أحلى بكاكيم أو كماش فلاحي في الدنيا. وكمان الجبنة القريش بيتعمل منها الجبنة القديمة الجميلة دي. طيب تعالوا النهاردة بقى نعمل الجبنة القريش مع بعض. أول حاجة بجيب بريم زي دوت كده وبندخله الفرن، وبنفتح الفرن حوالي 10 دقايق بحيث ان البريم يسخن مع الفرن. بنطفي الفرن وبنطلع البريم وبننزل فيه اللبن بتاعنا. اهم حاجة لازم تكون موجودة في اللبن ان هو يكون دسم، يعني يكون بخيره. هنبتدي بقى ناخد البريم زي ما هو كده وهدخله في الفرن بتاعي وهو طبعا مطفي، وهسيبه حوالي يوم كامل او اي مكان تاني مش بيتهز فيه البرام بتاعك. بعد اليوم هنطلع البرام بتاعنا ونبتدي نشوف هل هو تماسك بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده كده ولا لا. لو لا، وده بيعتمد على درجة حرارة الجو سواء صيف او شتاء، بتسيبيه حوالي 6 ساعات، كمان 6 ساعات في 6 ساعات لغاية لما يوصل للمنظر ده. بعد كده بتبتدي مرحلة التلاجة، بنبتدي نحطها يوم كامل في التلاجة عشان تمسك نفسها اكتر زي ما حضرتك شايفة معايا. بعد كده هنبتدي ان احنا نشيل الوش بتاعنا. وهنا شيء بالشيء يذكر، يعني لو عايزة القشطة بتاعتك تطلع قطعة واحدة فما تغطيش البرام بتاعك من الاول، ولكن هي الموضوع مش فارق معانا قوي لان احنا هنحولها النهاردة للزبدة. فزي ما حضرتك شايفة طبعا اللبن بتاعنا كان كويس قوي لانه طلع كمية القشطة دي. طيب هنعمل بقى ازاي الجبنة القريش؟ الناتج بقى من بعد ما شلنا القشطة هنبتدي ان احنا نغلي مية وننزلها عليها بالطريقة دي كده، وهتبتدي انك تمشي بس في النص بتاعها بالسباتيولا وعلى الاحرف بحيث ان المية بتاعتي دي توصل لكل الجوانب، ولكن ما تقلبيش الاتنين مع بعض عشان يعني الجبنة بتاعتي تبقى خلاص اتكونت، مش عايزينها تتفك تاني. هسيبها حوالي 10 دقايق كده وبعدين هنبتدي بقى ان احنا نحضر الصاج بتاعنا وعليه الحصيرة، وبعدين هنبتدي ان احنا ننزل اول حاجة المية وبعد كده باقي الجبنة القريش. طبعا يعني من قبل ما اكمل الفيديو حضرتك اكيد شايفة معايا هي هتكون ناجحة ازاي من المنظر اللي حضرتك شايفاه ده. بعد كده هنبتدي ان احنا نملحها، لو عايزة تضيفي ملح او حتى ما تضيفيش خالص بيكون في المرحلة دي. هنبتدي بقى ان احنا بس نحركها يعني يمين وشمال كده عشان تاخد الشكل الاسطواني، وحاولي على قدر الامكان انك تخليها في النص بحيث ان هي تطلع يعني الجبنية كده او قطعة الجبنة مليانة تخينة. في المرحلة دي احنا يعني لسه مش بنحبك المسكة بتاعة الحصيرة، بنحاول بس ننزل المية بتاعتها. فحتى كمان هنسيبها حوالي ساعة في مكانها لغاية لما تصفي معظم المية بتاعتها. بعد الساعة دي هتلاقيها بدأت تاخد الشكل المعروف، فهنبتدي ان احنا نحبك بقى القفلة بتاعتها وهنسيبها 4 ل5 ساعات بحالهم. بعد بقى ال4 أو 5 ساعات حان وقت الحقيقة. شايفين هي ما شاء الله أخدت شكل الحصيرة ومتماسكة جدا. هنبتدي بقى ان احنا نقطعها حسب الرغبة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ أخدت بقى شكل الحصيرة ومتماسكة، وأحلى جبنة قريش هتاكليها في حياتك، وكمان أنضف جبنة قريش هتاكليها في حياتك. عشان بقى نحفظها بنبتدي ان احنا نقطع اكياس التلاجة كده قطع صغيرة ونحفظ قطعة بقطعة في علبة محكمة الغلق، وبنسيبها حوالي اسبوع كامل في التلاجة مش بيحصل لها اي حاجة. وبالصحة والهنا.